باسم منظمة السير في حلب. وبمناسبة اليوم الطفل العالمي نبارك المفكر الأممي عبد الله أوجلام، ونبارك لجميع أطفال العالم عموما وأطفال سوريا خاصة. إن يوم الطفل العالمي الذي نحتفل به كل عام من أجل إدخال السرور والبهجة في قلوب الأطفال، فيجب علينا أن نجعل من كل أيام السنة عيد للطفل، وأن يعرفوا المجتمع أهمية المعنى الطفولة، لأن الأطفال هم المستقبل وهم بناء المجتمع وأساس التغيير في سوريا والعالم، ويجعلنا مكانا أفضل. وفي هذا اليوم يجب علينا أن لا ننسى ما فعل الحرب ولازم في سوريا بأطفال الذين شردوا وحرموا من جميع المقامات الحياة وممارسة عليهم كافة أنواع العنف والتعذيب. أطفالنا هم أمانة في قلوبنا، فيجب علينا التعليم كيفية التفكير الإيجابي وإبعادهم عن النزاعات والأشياء غير الإيجابية. فمرحلة الطفولة هي أهم المراحل لبناء المجتمع أخلاقي وديمقراطي